السلام عليكم خوتي العزاز، انا رجعت لكم من جديد. المهم اللي نطولوا نقصروا ما عندناش الوقت نضيعوه، ندخلوا لصلب الموضوع. كما كتعرفوا الاخوان، هذا العام هذا حنا كندوزو في فصل الشتاء، والشتاء ما شاء الله هذا العام هذا كانت الشتاء قويه بزاف، وكانوا تساقطات كبيره بزاف، لدرجه انه كاينين للاسف بزاف ديال الديور اللي غرقوا عندنا في المغرب. ولكن خلينا من الامور ديال الفيضانات، كاين واحد المشكل اخر اللي كيعاني منه واحد النسبه كبيره ديال الناس بسبب هذا الشتاء هذه، وهو ببساطه ارتفاع الرطوبه. بحيث ان الرطوبه ملي كتطلع بالدار بزاف كتولي عندنا حاجه سميتها الغمله في الاساس هي واحد المخلوق حي اللي هي عباره على فطريات كيبقى يتكاثر في الجدران، وكيخلي الجدران اللون ديالها كيولي مغلوقه ولا اسود، فبالتالي كيبقى يفرز واحد الاشياء اللي هي مجهريه كنستنشقوها كتعمل لنا الحساسيه، خصوصا الا عندنا الدراري الصغار في الدار. السؤال اللي كيسول بزاف فيكم هو واش كاين شي حل باش نقضيو على هاد الغمله هذه ولا الرطوبه من الدار؟ الا سولتكم شنو هو الحل كله يلغي بالغاه، ولكن الكلمه الاخيره كتبقى على العلم والتكنولوجيا. هادشي علاش جيت نشارك معكم واحد العلم ولا واحد التكنولوجيا اللي هي بسيطه بزاف، اللي ممكن انها تقضي لك على الرطوبه وعلى الغمله من الدار بصفه نهائيه. بطبيعه الحال هنا كنهضروا على مثلا واحد الجهاز اللي هو كيتباع الثمن ديالو تقريبا من 2000 درهم للفوق، ولكن بطبيعه الحال انا كنعرف اللي كيتفرجوا فيا اغلبيه ولاد الشعب، فاحنا اليوم غنقوموا بواحد التحدي ديال انني غنعلمكم كيفاش غتصايبوا هذا الجهاز اللي كيسوى تقريبا شي 2000 درهم والصرف، غتصايبوه بواحد المبلغ اللي ما كيتعداش كاع الى طار واحد 200 درهم. قبل ما ندخلوا التفاصيل كيفاش غنديروا نصايبوا هذا الجهاز هذا، اجيو بعدا نتعرفوا على هذا الجهاز، حيت كاينين بزاف ديال المغاربه اللي عندهم الامكانيات وشراوه. انا وصلوني بزاف ديال لي ميساج كيسولوا على شي حاجه اللي كتصلح للغموله من غير جافيل. انا صراحه ملي وليت كنستعمل هاد لاباري هادي نقصت عندي الغموله، خصوصا في السقف، حتى انا كان عندي هذا المشكل وكنت كندير جافيل في الحيط، وديك الريحه ديالته مجهده بزاف قاصحه الصراحه. تخديت هاد لاباري هادي كنت حيت الرطوبه منين كتجي من على برا، تيكون البرد، الدار كتكون فيها الطياب وفيها البخار، هذاك البخار كيلصق في الحيط هو اللي كيخلي ديك الغموله، يعني كيبقى الحيط فازق. هاد لاباري هادي كتعاون على انها كتابسوربي هذاك الماء اللي في الحيط ولا اللي في الفراش. عرفتوا راه ملي كنخدمها هاد اللعيبه هادي كلها كتعمر بالماء. السؤال اللي كيجيني ديال الثمن بزاف، راه واخا جاوبت في الفيديو كاين اللي ما كيشوفوش. بالنسبه للثمن انا خديتها ب 2700 درهم، ولكن دابا كنلقاها ب 2400، يعني على حساب الثمن كيختلف على حسب لا مارك. انا حبست دابا باش تشوفوا الماء، ها نتوما شفتوا شحال ديال الماء اللي خرج دابا، ما كاملاش ساعه تقريبا باش خدمتها. بحال هذا الجهاز اللي شفتوا الاخوان شريته العام اللي فات بالصدفه من الجوطيه بواحد المبلغ اللي ما كيتعداش شي 40 درهم ولا 30 درهم، وصلحته وجربته صراحه وتفاجات انني كنديرو في البيت وكنعس فاش كنفيق الصباح كنلقى كاس ديال الماء تقريبا تجمع فقط من الهواء ديال البيت، خصوصا انني كنعيش في مدينه طنجه اللي فيها الرطوبه كتعدى 90%. والطريقه باش كيخدم انه كيخدم بكفاءه عاليه تر الانتباه والفضول ديالي، وخلاني انني نحاول ندرس ونفهم العلم والفيزياء باش خدام هذا الجهاز هذا، واكتشف بانه كيخدم بواحد المبدا اللي هو بسيط بزاف. قبل ما نتعلموا كيفاش نصايبوا هذا الجهاز ولا المبدا باش خدام، انتم تخيلوا معايا ملي كنقولوا بان الرطوبه طالعه بزاف، ذلك كيعني بانه حاليا في الهواء اللي ما بيني وما بين الكاميرا كاينين جزيئات الماء طايرين في الهواء. ملي كنقولوا جزيئات الماء يعني غنشدوا قطره الماء غنبقاو نقسموها حتى نحصلوا على اصغر قطره اللي ما كنقدروش نشوفوها بالعين، طايرين دابا هنا في الهواء. فبالتالي الهواء عندنا مشبع بالماء، فبالتالي الا بغينا حنا هذا الماء اللي عندنا في الهواء ولا في البيت ديالنا ولا في الدار ديالنا بغينا نجمعوه، اذا خاصنا نخدموا شي طرق فيزيائيه، ويكون يعني احسن طرق هي اللي كنشوفوها ديجا في الطبيعه. يعني اللي كنعرفوه انه البحر كيبقى يسخن كيتبخر، داك البخار كيبقى طاير كيديه الريح، ملي كيوصل شي بلاصه اللي هي بارده داك البخار كيبرد وكيتكاتف وكيتحول لقطرات ديال الماء. يمكن لينا نعيدوا صياغه نفس هذه التجربه هذه بواحد الاسلوب مصغر على شكل جهاز في المنزل اللي غادي يدير هذه العمليه، غيشد داك الهواء اللي تما غيدير له التكتيف ويولي قطرات الماء ويتعمر لنا في شي قرعه ولا في شي كاس ولا شي حاجه. وهنا غنبداو مع اول مكون غادي نحتاجوه، هو اي شي لعيبه اذا مصايبه بالمعدن، خصوصا الالومنيوم. طبيعه الحال الا كانت من النحاس احسن، ولكن قليل باش تلقى النحاس. بحال دابا هاد البياسات مصايبين بالالومنيوم كنلقاهم مثلا، هذه جبتها من واحد الظهر ديال واحد لومبلي، هادو كيكونوا مثلا في دي في دي كدا، المهم اجهزه قديمه هنا كيلصقوا مثلا ترانزستورات. المهم هاد اللعيبه هذه مصايبه بالالومنيوم وفيها هاد الخطوط هادو، فبالتالي الالومنيوم كنعرفوا عليه بانه واحد ناقل حراري ممتاز جدا وغادي ينجح لينا 100% في التجربه، خصوصا انني هاد الاجهزه انا فاش فككتها ودرستها جبرتها باللي دائما كتخدم بالالومنيوم، يعني بحال هاد اللعيبات هادو.
ثم الاخوان غنحتاجوا المكون الثاني وهو فرافر بحال هادو صغارين ديال البيسيات. هادو الاخوان كنلقاوهم في الجوطيه، والله الا كنشريهم 3 دراهم 5 دراهم، كيكونوا في البيسيات بيرو معروفين بزاف. غنحتاجوا وحده ولا كاع جوج، الا درتي جوج يعني غيكون عندك الجهاز فعال 100%. بطبيعه الحال الدور ديال هاد الفرفره هادي شنو هو اننا غادي نلصقوها مع الوجه ديال هاد اللعيبه ديال الالومنيوم. علاش؟ باش هاد الفرفره هادي كتصوت بالجد، غتبقى تمص الهواء اللي كاين عندنا في البيت وغتخليه يتزدح مع هاد اللعيبه هادي، يعني الهواء يبقى يدخل في هاد اللعيبه هادي. بطبيعه الحال كنهضروا على واحد الهواء اللي هو مشبع بالرطوبه، فيه واحد النسبه عاليه ديال جزيئات الماء. المهم من بعد ما الهواء غيدوز في الفرفره وغادي يتزدح بهاد اللعيبه هادي ديال المعدن، هذيك الساعه كنحتاجوا شي حاجه اللي غتبرد لينا داك الهواء باش نحصلوا على تكتيف البخار، باش يولي هذاك الهواء غيولي يبقى يهبط من هنا على شكل قطرات ديال الماء. فكيفاش غادي نديروا نبردوا هذه؟ غنبردوها بنفس الطريقه اللي كاينه في دوك الاجهزه اللي كيسووا 2000 درهم واكثر. وهنا بكل بساطه الاخوان غنحتاجوا لهذا المكون هذا اللي مشهور بزاف واللي الثمن ديالو رخيص، ما كيتعداش تقريبا شي 20 درهم للبياسه. غنحتاجوا جوج ديال البياسات. اللعيبه كيف ما كتشوفوا فهي مكونه من جوج ديال السلوكه، واحد بالكحل اللي هو الناقص وهذا الزائد، وكتخدم غير ب 12 فولت، تخدم غير بالباتري ديال 12 فولت كيف ما كتشوفوا. هذه سميتها موديل بولتير. هاد اللعيبه هذه ملي كيعطيوها الضوء شنو كيوقع لها؟ واحد الجهه كتقلاصه كتبرد النيت، واحد الجهه كتسخن. وركزوا على هذه القضيه لان واحد الجهه كتبرد وواحد الجهه كتسخن. هاد اللعيبه كما قلت لكم سميتها موديل بيلتير، تقدر تشريها من علي اكسبريس، الثمن ديالها كيبدا تقريبا من 20 درهم. بالنسبه للناس الفضوليين اللي كيعجبهم يتعمقوا في العلم حتى يعني الاعماق، فانا درت لكم فيديو في يوتيوب شرحت لكم من ا حتى زد المبدا الفيزيائي الذري باش خدامه هاد اللعيبه هادي. طبعا الحال ما يهمكش صديقي، اللي كيهمنا هاد اللعيبه كتشريها كدير ليها باتري ديال 12 فولت، كتعطيك واحد الجهه مكلاصيه واحد الجهه سخونه. حنا غنخدموا بالجهه المكلاصيه هي اللي عندنا بها الغرض وصافي بكل سهوله. ما عادش هاد البياسه هادي تركب لها الباتري ديال 12 فولت هنا ولا الشارجور ديال 12 فولت، يعني 12 فولت ماشي شي حاجه غتقيسها بيديك، كتلقى واحد الجهه كتقلاصه، غتاخذ الجهه اللي كتقلاصه مثلا نقولوا هي هادي، غتجيب اللعيبه ديالنا اللي كتلقاها في الاجهزه قدام غتلصق الجهه اللي كتقلاصها. ركز معايا غتلصقها هنايا. وحنا قلنا الا بغيتي الجهاز يكون بحال اغلى ما كاين في السوق هو انك غدير جوج ديال البياسات، غدير لي نعم سيدي جوج ديال البياسات وفوق منهم، حيت هاد الجهه هادي كتسخن باش ما تاثرش علينا. كنعاودوا ندبروا على شي قصديرات اخرين بحال ما هادو، كنسقوا هذه هنا وهذه هنا. الجهه اللي كتبرد هي اللي مواليه الكادر الكبير. اذا هنا شنو تنديروا؟ كنقلبوا الجهاز ديالنا هكا ولا اللعيبه ديالنا هكا، وكنجيبوا وحده من هاد الفرافر هادو. اللي مزيان هو ان هاد الفرافر كيخدموا حتى هما غير ب 12 فولت، يعني شارجور واحد غيخدم لي هاد العالم الرياضي كامل. الجهه اللي كتدفع الهواء، دابا الهواء نقولوا كيجي لهاد الجهه هادي غنلصقوها هنايا باش الهواء ملي غادي يتمص غادي يضرب في هاد القصديره هادي. وهاد القصديره هادي شنو غيكون واقع لها؟ غتكون مكلاصيه من الظهر ديالها والهواء كيدخل في هاد الشقات هادو اللي كتشوفوا، يعني بحال شي رادياتور. الهواء اللي كيكون كيدخل هنا كيكون عامر ومشبع بالرطوبه. الرطوبه يعني جزيئات او قطرات ماء صغيره بزاف على شكل بخار او رذاذ ماء. فهي ملي كتدخل هنايا كتلقى لي نعم سيدي البروده. اذا شنو غادي يوقع من تلقى البروده شنو؟ وصافي فقط بثلاثه ديال المكونات غنكونوا درنا محاكاه لشي حاجه اللي كتوقع ديجا في الطبيعه، هي باش كطيح الشتا. وصافي غادي تجيب واحد الطاس ولا اناء غادي يكون تحت هاد الشقات هادو، باش ملي غادي يبقى يتكاتف الماء غيبقى يهبطوا القطرات ويبقى يتجمعوا لك في الكاس. اخوان اقسم لكم بالله العلي العظيم الا داك الجهاز اللي كيدير 2000 درهم والصرف واللي شراوه بزاف ديال الناس يقدروا يكونوا كيتفرجوا فيا دابا، الا اللي فيه كامل غير الكادر وهاد اللعيبه، هاد اللعيبه وشارجور ديال 12 فولت لا اقل ولا اكثر. وكنتحدى جميع التقنيين اللي كيفهموا في الالكترونيك المغرب كامل الى انا كذبت عليكم ولا شي حاجه، يعني فقط بهاد الاشياء البسيطه. بطبيعه الحال انا ما جمعت لكمش هادشي لانه كيبان لي ساهل بزاف. انت اي حاجه عندها خيط كحل واحمر، الفرفره عندها خيط كحل واحمر، الكحل هو الناقص، الاحمر هو الزائد، هادو عاوتاني نفس الشيء كتخدم 12 كيخدموا ب 12. يعني صافي غنديروا الزائدات مع الزائدات، الناقصات مع الناقصات، غنديروا شارجور ديال 12 فولت. غير هو ركزوا على الامبير، الشارجور خاص يكون الامبير ديالو واحد 4 5 امبير باش يخدم لك هادشي هذا كامل. والكادر صافي. فتخيلوا معايا الاخوان هذا راه ممكن الانسان ينوض دابا الكادر اللي نهضروا على الكادر ديال برا، راه ما تحرش البنادم يبدع في الكوادر يصايب شي كادر ما عرفت كيفاش داير وجي كوموندي هاد المكونات، كوموندي منهم واحد الكميه كبيره من على برا من الي اكسبريس. ونوض اخويا المغربي نوض اخترع وصنع لنا هذا الجهاز هذا، وخا يكون بالشكل مغربي بشكل يعني ما متقونش شكليا ولكن كيدير الخدمه، مكتبوا فيه ماد ان موروكو صنع في المغرب. تخيل دابا التكنولوجيا شحال ساهله. شوف دابا الناس غير بهاد البياسات هادو كيضربوا زباله فلوس وكيديروا شركات كبار في العالم. وممكن انت اخويا العزيز تنوض دير هادشي هذا، خصك غير تقرا العلم. بطبيعه الحال هادشي اللي كنشارك معكم للاسف انا فهو علوم ولا اشياء اللي اصلا ما كتقراش، يمكن تقراش الا في المدرسه ولا في التكوين ولا في غيره. فمرحبا بكم ولاد الشعب. كيف ما لاحظتوا واخا تكون ما قريت شي حرف
هادشي راه ساهل بزاف. جربوا هاد القضيه هادي وردوا عليا الخبار. غادي تختفي شي حاجه سميتها الرطوبه. اختفاء الرطوبه غتختفي مع الغمله، لان الغمله كتغذى وكتعيش بالرطوبه، ملي تمشي لها الرطوبه صافي. فبالتالي باي باي الحساسيه، باي باي الخنيق، باي باي ضيق التنفس. الدراري الصغار كبروا في واحد الوسط اللي هو زوين. الحل بين يديك. الحياه دائما ماشي محكومه بالفلوس ولا بالماديات، ممكن انك دير الحلول راسك فقط بالعقل. وهذا هو الدور ديالي معكم انايا باش نحاولوا انا وياكم نخدموا العقل. تحياتي لكم، ما تنساوش تابوناو وتفاعلوا مع اخوكم ولد الشعب. نلقاكم في فيديو قادم.